طب تتخيلي البلاتفورم اللي انت بتبنيه ده فين؟ يعني نفسك كده ان ideal world يبقى شكله عامل ازاي هقولك. the content and what you're putting out there. دلوقتي what I'm trying to يعني انه اكلمهم الامهات اللي زي اللي هي she lost herself. عشان انا عارفه ان كتير في سني يعني يمكن اهالينا لا بتخلف بالفهم بال4 5 وتكمل وهي اصلا زي ما بقول لك اوتو بايلوت. يعني الجيل فعلا والله غلبان صعب عليا مش كله experienced life يعني. فانا احنا بقى لا احنا كنا جيل عايشين قوي ومدلعين وعندنا رفاهيه وبنروح وبنيجي وعندنا انفتاح اكتر. فلما خلفنا والحريه دي اتاخدت مننا زي ما بقول لك انا I lost my freedom. وانا بقى بقدسها بس في ليفلز بقى يعني اقل مني بس انا كنت اكستريم في ان انا بقدس حريتي يعني. وكان اهلي مدينها لي يعني growing up فاهمه. فبنات كتير قوي early 20s mid 20s حتى لحد late 20s انا بدات ده mid 20s في الرحله دي كلها they lost themselves. اللي هو انا مش عارفه انا مين ان انت بقى دايما لبسك بيتبهدل عشان عايزه لبس يبقى مريح عشان انت مع العيال او انت بترضعي فعايزه لبس يبقى مريح للرضاعه او انت عايزه شنطه كبيره علشان تحطي الحاجات. انا دلوقتي حتى الشنطه الصغيره بقيتش البسها اللي هو هحط فيها ايه فاهمه قصدي. دي مرحله ما هو منها بقى بتطلعي ايه ده انت عايزه تمسكي بقى عايزه امسك الناس دي. حلو قوي. فاهمه قصدي اللي هو تعالوا بقى مع بعض كده عايزه تشتغلي عايزه ما تشتغليش عايزه تعملي بزنس عايزه تبقي اعملي وقفه فيت موديل او فيتنس موديل من الاخر اللي انت بتحاولي تقوليه اللي مع كنتي بتقوليه من كام سنه من 6-7 سنين اللي هو انا هساعدك ازاي تبقي الزوجه الشطوره دلوقتي بقول لك تعالي اعملي وقفه مع نفسك. اعملي وقفه مع نفسك عشان تعرفي انت مين وعايز تعملي ايه الخطوه اللي جايه which is حاجه حلوه قوي و I think it mirrors بالظبط المرحله اللي انت بتعدي فيها. طب يارا عصام النهارده في ايه نفسك تتكلمي فيه عمرك ما اتكلمتي فيه وخايفه تتكلمي فيه او مش عارفه تفتحيه ازاي موضوع؟ لا هو انا عامه بتاتش اون حاجات كتيره ليها علاقه بالدين وببقى خايفه جدا. فدي حاجه يعني هرجع لورا فيها شويه. انا ببقى عايزه اتاكلت عشان لما اجي اتكلم عن حريه المراه فبيترد عليا بحاجات. لا انا مش بتكلم على الدين انا دلوقتي موضوع لا ما هو انا عايزه في ايه موضوع. ما انا مثلا عايزه اتكلم على الباترياركي. ليه انا كنت مقتنعه ليه يارا عندها 20 سنه كانت مقتنعه ان هي ست بيت. فاهمه قصدي ليه الستات ليه الامهات تربي ان البنت هي تقوم مثلا تجيب لاخوها حاجه. الحاجات دي دلوقتي مجنناني وشايفه الاثر عليها بقى على المجتمع كله. فاهمه يعني اتس روتد جوانا. بس ده مش موضوع ما ينفعش تكلمي فيه. انت ممكن تتكلمي تقولي تعالوا نري اساس طريقه تربيتنا احنا لبناتنا وازاي بنربي الولد والبنت. دي حاجه ينفع تكلمي فيها. انا بسالك ايه حاجه انت مش عارفه في الوطن بتاعنا في الاخر كل حاجه بتسيركل باك للدين. حد هيقول لي عشان لازم هو يكون المسؤول منها. بس طب ارجعي الاصل ده يعني اي بس انت لو بتتكلمي فيها انت مش بتغلطي في الدين. الناس في الدين بتبقى متعصبه زي الاهلي والزمالك. في كده كام حاجه في مصر الناس ما بتتقبلش تسمع الراي. هي بتتعصب من قبل ما تسمع. يعني انت هتفتحي التوبيك ومش محجبه وشكلك ما اعرفش ايه انت تتكلمي مثلا عن الدين ليه. انا بسالك السؤال ده ليه لان انت دلوقتي قاعده على ترابيزه دردشه انفلترد فاي حاجه انا انت تقوليها لا انا التوبكس كلها اللي عايزه اتكلم فيها بتصب في الاخر في ان هي ترجع للبوينت دي وانا عايزه اتفادى ده الصراحه يعني عشان خلاص انا مش جايه اقنع حد بحاجه ولا جايه يعني اعرض رايي. انا عايزه اعيش بالطريقه دي بس. فانا هبعد بقى عن يعني مش هبعد بس قصدي صعب ابعد. انا برضو لساني طويل وهي دي مشكلتي ومهما بحاول ابعد برجع مجنونه. هل عشان كده عملتي بودكاست مع نفسك سميتي انا ومش جايبه اي ضيف عشان انا ما حدش يستحمل. يعني انت حاسه دلوقتي انا الكلام يعني فاهمه. انا قلت هعمل بودكاست عشان اللي فعلا مهتم يعرف ايه التغيرات اللي بتحصل في حياتي. هي دي ريفلكشن للي انا بمر بيه. طب وحاسه ان الجمهور اللي بيجيلك على البودكاست غير اللي بيجيلك على تيك توك وانستجرام؟ لا هو البودكاست مش كبيره خالص. هي وده عاجبني فيه عشان انا ببقى مرعوبه ان هي تكبر. يعني انا ساعات ببقى خايفه تكبر. هعمل حلقه بس ما حدش يشوفها يا جماعه بجد يعني انا بجد ببقى اللي هو عاجبني قوي الصغر ده والفيدباك الصغير بتاع ان حد واحد يبعت لي يقول لي حلقه مش عارفه ايه بجد غيرت مخي في حاجه معينه. انا عايزه اغير المخ. طب نفس الناس سو فار والفيدباك عامل ازاي سو فار؟ لا يعني حلو قوي بس سبك هو على الضيق كده فاهمه. لسه عندي كام حلقه لسه ما نزلوش متحمسه لهم قوي بادت. بس الهدف من البودكاست انه لما حد يجي يسالني يارا ايه احسن لا ايه الاحسن اني ادخل مثلا ابني بريتش ولا ابني امريكان وانا ردي عميق قوي. ايه اصلا بريتش وامريكان ده
ايه اصلا تعليم المتخلف احنا فيه؟ اقعد بقى اللي هو ايه، اتعلمي تفكري ازاي، مش تدخلي سيستم ايه، لا فرق امريكان ولا بريتش ولا اي بي ولا نيله، هوم سكول، اعملي اللي انت عايزاه، بس انت بتفكري ازاي وبتربي في ابنك ايه، ده اللي فارق معايا. فهرد ده عليها في دي ام ازاي؟ عملت بودكاست. لازم حاجه في اسئله انا بسالها لك وانا عارفه اجاباتها بس عايزاكي تقوليها وانتي مرتاحه، عارفه ازاي؟ أيوة. لانه برضو مختلف انك تطلعي، وام شور انتي واخده بالك، انك تطلعي في بودكاست لوحدك بتقولي رايك في حاجه غير لما تطلعي مع حد انتي عارفاه وينكشك في حته اللي هو قولي بقى. أيوة قولي أيوة. قولي شويتين اللي وانا عايزه عارفه انك عارفه اصلا. لا بجد يعني انا بيبقى بيجيت لي اسئله كتير كل يوم تبدو تافهه وتبدو اسئله، وانا مش من النوع اللي ببقى عايزه انفورس رايي ايه احسن نوع سترولر اللي عندي مثلا كذا، لا مش كذا. انت عايزه ايه؟ عندك بادجت عايشه ايه؟ فين؟ عايشه فين؟ عندك بتسافري سلم؟ ولا ما عندكيش لأ؟ سلم؟ صح. ارض اللي فيها فاهمه. فنتعلم نفكر وندور، كريتيكال ثينكينج بقى، ده احنا حاجه يعني ما تعودناش عليها خالص بجد. وده حاجه بقى انا بموت فيها، انا بقى يا موت يسمي ان حد يقول لي هو كده يعني ايه؟ مين اللي خلاه كده؟ مين اللي قال كده؟ وقال كده ليه؟ وكان لابس ايه؟ كان ملبس بكام؟ والله عشان كده. وانا الحمد لله بس I'm انتي blessed. طول عمرك بابايا مربيني على طول كده عمرك كده ولا حسيتي ان انت طول عمري. انا عارفه كمان انت حاجه فوكال عليها وبتحكي لي ان انت بتعملي ثيرابي، وانت من البني ادمين حاجه بحبها فيكي قوي ان انت بتشتغلي على نفسك physically mentally emotionally، ودي حاجه investment لينا احنا كستات عمرها ما هتبقى a waste ولا time ولا money. احنا لازم نقعد نشتغل على نفسنا دايما، وانتي من الانفستمنتس اللي بتعمليها في نفسك هو الثيرابي ساعدك تو unlock ايه؟ بصي انا كل مره عملت فيها ثيرابي كان دايما بيجي نفس الكومنت، انت اوير قوي بنفسك، انت عارفه قوي مشاكلك، وانت عارفه وانت عارفه تشخيصاتك حتى من قبل ما تشخص. ده اللي خلاكي probably تعملي ثيرابي. انت عايزه بس التولز اللي تساعدك لما بقى جت تريجرد هنعمل ايه. يعني انا مش الثيرابي اللي عرفني مشاكلي، انا كنت عارفاها من الاوفر ثينكينج والكريتيكال ثينكينج بتاعي، بس انا طول عمري بابايا مديني مساحه الارجيومنت دي. يعني مثلا كانت مامتي هي اللي تقول لي مثلا لا ما تاخريش، لا ما تاخرش ليه؟ عشان مثلا بنات متاخرش، ايه ما متاخرش ليه؟ هعمل ايه؟ ما انا ممكن اعمله الساعه 9 واقعد بقى اقاوح بقى. وانا حتى عمر جوزي مسميني لمضه، ما ينفعش تاخدي اجابه وتسكتي، لازم نقعد نقاوح ساعه. ايوه لازم. انت برج ايه؟ انا مش عارفه. انا كسب قوس وعقرب، انا في ال 21. بس هو لعلمك ان انا لما قريت بقى الكسب ده لقيت ان هو نار وميه، يعني هو تو اكستريمز كده، which is very true. يعني انه من ناحيتين كده. انا مبسوطه بيكي ليه؟ لانه الاويرنس اللي انت فيه لواحده عندها 30 سنه حاجه تفرح بصراحه، ان انت تعملي وقفه مع نفسك عشان بعد كده تو انسباير الناس وسبيشالي ولادك انه اقفوا فكروا وكويستشن الدنيا اللي حواليكوا. اي ثينك ذس از هيلثي ومهم ومش مرعب، بالعكس ده انت كده بتخلقي مساحه لنفسك ان انت تحسني من نفسك عشان تبقي ام احسن، صح. زوجه احسن، صديقه احسن، كرييتور احسن.